حبايب قلب مرمر عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني جدا بجد. ايه الاخبار؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. دخلت كده على الفيديو بكل الطاقة اللي فيا والحيوية اللي كانت متبقية. حاسة ان انا بقول اغنية. في اواخر اليوم كده. بصوا انا ابتديت اليوم من الاول للاخر، يعني ابتديت معاكم الفيديو في اخره، بس ابتديته لكم في اول الفيديو. هتيجوا كده مع بعض وهنفهم. طبعا قدام باب شقتك عنوانك، قدام باب شقتك عنوانك. اللي انا عايزه اقوله لك اني بلاش قدام باب شقتك يبقى غير شقتك خالص. رقم واحد لان ده عنوانك وصورتك في وسط الناس. رقم اتنين لانه اصلا بيرجع يبهدلك الشقة تاني. تمام. فعايزه اقولك بجد لازم تهتمي قدام باب بيتك لان ده عنوانك. هو ما كانش متبهدل قوي، انا بس عشان الدور اللي قبل الاخير، فالسطح على طول فوقيه، فالتراب بينزل لي كتير. يعني انا عايزه اقول لكم ممكن اكون بعملها يوم ويوم، فعلشان كده بتتطرب بسرعه. دخلت كده جبت ميه بكلور ومعطر، اللي هو بتاع فريدة بتاع ريحة النظافة ده، وكبيت كده على السلم. عايزه اقول لكم انا ملحقتش ارجع امسحه من كتر شدة الحرارة، هو نشف لوحده. بس لمعته كده بتلميعة خفيفة، ولمعت كده كله السلم علشان اتأكد من نظافته. طبعا احنا اهل وصحاب وحبايب، مش هنتكسف من بعض ان احنا عاملين لمين شعرنا كده، لانه هيتطرب وهيتبهدل لانه لسه مغسول. فاحنا مش اغراب على بعض يا جماعة، احنا خلاص بقالنا عشرة، بقالنا سنين مع بعض. جيت هنا بقى كده خلصت السلم خالص. انا مسحت الطرقة، السلم كان سو مسحاه، فكان عايز شوية مية بس، علشان يبقى طراوة وكده. لمعت بقى السلم كده خلاص، وكنت نفضت المقشة ولمعت الحتة اللي اتملت مية دي، وهعدي كده وهروح اخد المية دي هكبها. رجعت بقى تاني لباب الشقة. عايزة اقولكوا جوزي فاجئني بيه بعد ما رجعت من البلد. مش عارفة انزل لكم فيديوهات السفر بتاع البلد قبل ده ولا ده قبلهم، مش عارفة. لقيته دهن لي الباب اللي معايا من بدري. فاكر شكل الباب بتاعي كان عامل ازاي؟ بجد كان سيء جدا. كانت الدهانات بتاعته مش حلوة، وكانت الشمس اكلته لان الشمس بتنزل قدام الباب عندي، فاكلت الدهانات خالص بتاعة الخشب وخلته طقطق. والمعجنة اللي هو كان متمعجن بيها برضو طقطقت، وقعت لما كنت باجي امسحه كده كانت بتقع. بحط الكرتونة دي كده، وبحط فيها الباسكت طبعا نضيف، ده الكيس فاضي. وبحط الكرتونة دي من فوقيه كده علشان الشمس بتاكل الحاجة اللي قدام الباب، فخليتها كده. هنا كده كنت بقولكوا زي الفل، كله بقى تمام. ودخلت جوه طبعا، مش هننسى جوه رحت ملمعانة. طبعا القماشة دي فيها ملمع زجاج، هو نضيف مفهوش اي حاجة خالص. ترابة اخف يعني، اخف حاجة، لاني انا كنت ملمعاه امبارح. وخلصته بقى كده خلاص كله، وتربست كده وقفلت عشان كنا خلاص. دي تقريبا كانت الساعة 2 او 2:30. آه ودخلت بقى اشوف ايه اللي ناقص، علشان كده مش هينفع، لازم ننام والدنيا بيرفكتو. عايزه اقول لكم على حاجه عشان تخلوا بالكم منها. بصوا، ده الفرع من اللي انا كنت معلقاه على العمود ده. استنى اوريهولكم اهو. العمود ده اهو، ده بقيته. وحاطه المروحه جنبه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا منظر الفرع دخل جوه. فخلي بالكم من افرع الزرع دي، لان ملت بيوتنا كلها. بصوا دخلت في المروحه وسمعتها بالصدفه. هو كان لسه بيتلف على المروحه، كان هيخليها تنفجر، اللي هي الريشه كانت هتضرب، والله اعلم كان هيحصل ايه. فالحمد لله يعني، دايما ربنا حمينا الحمد لله. فخلي بالكم، انا قلت اقول افصل واكلمكم كده علشان برضو تخلي بالكم من حاجة زي كده، وربنا يحافظ علينا كلنا يا رب ويحمينا من كل شر.
متاخدوش بالكم من العمه دي بتحصل لما باجي انضف. احنا خلاص بقى عيله واخوات، فما ينفعش نخبي على بعض حاجه. قعدت بقى اطبق الغسيل. هي كانت غسله صغنونه كده ولذيذه كده وخفيفه. بحب اشم ريحه الغسيل قوي بجد يعني، حتى وانا بنشره معرفش ليه ريحته بالنسبه لي مهمه جدا. بامانه بامانه اكتر حاجه هتريحكوا انكم انتوا تطبقوا الغسيل على السفره. بتعرفوا ترصوا كده، هو انتوا بتبقوا واقفين بس الشغل في ايديكم بيبقى مريح جدا. لميت كده البلوزات والتيشيرتات بتاعتي، التيشيرتات دي والبلوزات اللي هي هتتعلق، فانا مش بطبقها، بسيبها كده عشان باخدها احطها على الشماعة على طول. لميت بقى كده كل حاجة. الغسلة دي اصلا كانت فوط وملايات بس، دي حاجات انا كنت منشراها لوحدها، حتى هتشوفوها كلها فوط دلوقتي. بغسل الفوط والملايات مع بعض. عايزه اقول لكم بتحافظ على الفوط، بتخلي ريحه الفوط حلوه جدا. لو ريحه الفوط عندك اتغيرت لانك بتغسليها مع الهدوم العاديه الفاتحه، فبلاش تعملي كده، لان الفوط دي تعتبر انضف حاجه في البيت، لان انتي بتتنشفي بيها وانتي خارجه من الشاور، فيعني مش بتعملي بيها اي حاجه تاني، فبيبقى عليها ميه. انتي لما تاخديها بقى مع هدوم الخروج بتاعت بره والتراب والعرق والكلام ده كله، انتي بتوسخيها مش بتغسليها. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. لو حد يعني لسه مش بيعمل، انا بقول اللي مش بيعمل كده. انا ما الامهات الجميلة والستات الجميلة اللي على راسي اللي بتعمل زي ما انا ما بقول كده من نفسها. ربنا يديكوا الصحة ويحسن ما بين ايديكوا ويقويكوا على كل حاجة انتوا بتعملوها، وربنا يعيننا كلنا يا رب على خدمة بيوتنا. وربنا ما يحوجناش لأي حد. بس فطبقت الملاية برضو كده بطريقة بسيطة جدا ومريحة للعين. وبصوا كده خلاص خلصت كده غسلة صغنونة جدا. بلم الحاجة تاني في الطبق وبدخل ارصها، بدل ما افضل اخد صف صف وافضل طالعة داخلة بيه كده. يا رب تكونوا استفدوا. استفدوا. استفدتوا بحاجة بسيطة. بحب ان انتوا تطلعوا من الفيديو مستفادين ومبسوطين، وتكونوا مرتاحين للمحتوى اللي انتوا بتتابعوه، وربنا يقدرني اعمل لكم كل اللي طالبينه مني. هنا كده كنت بفرش الستارة وهعطر، لان اليوم ده انا كنت مسحة. هوريكم في اخر الفيديو عشان قلت لكم هنبتدي من الاخر للاول، وهتشوفوا. وبس كده. بصوا كده انا قعدت الحافظة اول مرة اغسلها في البانيو، مش عارفة النتيجة بصراحة هتكون ازاي، بس لو حد بيعملها كده قولولي، علشان انا بغسلها بره وبتبهدل. بس عايزة اقولكم منزلة تراب كتير جدا، ورميت عليها المشيتين دول، قلت هما مطربين بس مش متوسخين، فمش محتاجين ان انا ادعكهم بالفرشة. فقولولي بقى ايه رأيكم، وبتعملوها كده فعلا ولا لا؟ وانا برضه هقول لكم النتيجة. بصوا السجاد في كل حتة، السجاد. طبعا بغسل الستاير هنا، بلاش المنظر ده عشان منظر بشع، وكل ده عايز يتغسل اهو. فبجد حاسه ان انا لما بشوفهم ظهري بيعيط، فبصراحه مش عارفه اعمل ايه. كميه غسيل ستاير هنا وهنا غوامق، لا لا لا. انا يا دوبك روقت الدنيا اهو ومسحت وظبطت الدنيا. عايزه اقول لكم ريحه الجو تحفه بعد المسح كده، بيبقى فيه ريحه جميله. دي البتاعه اللي انا كنت مركبه فيها الحلقان، كنت غسلاها فيها وباخد منها وكده. بعد ما خلصت المعجنة دخلت على المطبخ. راح جوزي قال لي ممكن تعملي لي شاي، فعملت له شاي، وقلت بالمرة كده اعمل لنفسي حاجة دافية اتدفى بيها. عشبة المريمية دي يا بنات حلوة جدا جدا. لو حابين ان احنا نتكلم فيها في فيديو للبنات خاص، قولولي في الكومنتات. هبقى كاتبالكوا عليه خاص وكده عشان تبقوا عارفين انه ده الفيديو. الاعشاب مهمة جدا جدا. طبعا اللي في الشاي ده نعناع.
بس انا بحب احطه بالعود بتاعه عشان اشيله بسرعة ما يفضلش زايغ مني ورايح جاي. وتحديدا العود بيبقى فيه ريحة اقوى من الورق عشان بس تبقوا فاهمين. اهو بوريكم الاعشاب. جايبة شوية اعشاب تحفة، عايزة اوريها لكم. وفي حبة كمان انا لسه جايباهم، وجربت كذا نوع شاي وكذا حاجات جديدة كده وحلوة، هبقى اقولها لكم في فيديو لو حابين. هنا كده خلاص. انا بعمل الاعشاب من غير سكر، بس لو انت عايزة تعمليها اعمليها بنص معلقة سكر خفيفة كده واشربيها، لانها حلوة جدا ومفيدة بجد، مش هزار. وبس كده خلاص نهاية يومنا النهاردة. حضرت الدرس اهو وخلصته، وهشرب الحاجة السخنة اللي انا عملتها معاكو، وهقول لكم تصبحوا على خير، لاني انا يومي كان طويل ونزلت بعد ما كلمتكم وطلعت تاني، فعملت حاجات كده كتيرة صعبة، فاليوم كان بالنسبة لي تقيل. وعايزة اقول لكم ان انا لسه مخلصتش، فلسه بقى هشوف. قولولي طريقة الحفظة دي زي ما قلت لكم حلوة ولا لا، ونفعت معاكم ولا لا، علشان خاطر هجربها. انا لسه ما نقعتهاش سوري، يعني لسه ما شلتهاش من المية، فهشيلها كده وهقول لكم. وكمان عايزة افكركم بشرب المية مع السوائل، مفيد جدا جدا. وخصوصا قبل ما تناموا شوية كده، قبل ما تنامي بساعة تبقي مثلا قاعدة بتتجهزي على السرير وكده، انك انتي هتنامي وبتشربي الحاجة السخنة بتاعتك وظبطتي شعرك. وبس، بجد بتفرق جدا جدا. وصدقوني يا جماعة عايزين نرجع زي زمان، نشرب الحاجات الدافية والحاجات الحلوة دي بتاعت أمهاتنا اللي طلعتنا عليها. كان جسمنا كله صحة، وكان كلنا كويسين وكنا بخير، وما كانش في حد فينا تعبان، ولا الأمراض اللي احنا بقينا نشوفها الأيام دي. ربنا يحفظنا ويحفظكم. بس فرجعوا السوائل تاني لحياتكم ولولادكم ولجوازكم وليكم ولأهاليكم كلها، لأنها بجد أحسن حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هشرب الحاجة الدافية بتاعتي وهقول لكم تصبحوا على خير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.